بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. في بيت لحم. وصفت بوحدة الهدف وتجليات روح الأخلاق، فسميت بالروح الرياضية. لا يمكن لهذه القاطرة البشرية أن تتوقف. الإعجاز يبدأ ما بين أقدام هذا الرجل وينتهي عند رأسه. يسجل الهاتريك الآن. الرياضة في ساعة، برنامج أسبوعي يأتيكم مساء كل يوم اثنين بدءا من الساعة 4، يستعرض أخبارا محلية وعربية وعالمية، من إعداد وتقديم عنان نشحاده. مساءكم أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي الرياضة في ساعة، والذي يأتيكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وأيضا عبر صفحة الفيسبوك التابعة للراديو. وفي هذه الحلقة ستكون مميزة من خلال هذا الإنجاز ومن خلال هذا يعني تحقيق الحلم الذي راود الكثيرون في بلدة العبيدية، هو التأهل لمصاف دوري المحترفين بكرة القدم. وبشأن ذلك خصصنا هذا اليوم حلقة خاصة لشباب العبيدية لنتحدث عن هذا الإنجاز الأول من نوعه، حتى نعطي لكل ذي حق حقه. يرافقني في هذا المساء زميلين سعد إبراهيم وغسان بنورة في الهندسة الإذاعية، أسعد الله مساءكما. وأيضا أنا دائما معكم من وراء الميكروفون مقدما ومعدا لهذا البرنامج على نشحذة. ونعتذر لأننا سننهي البرنامج قبل النهاية بربع ساعة وثلث ساعة لارتباطات رياضية أيضا في مباراة ستكون حاسمة من أجل التأهل للمحترفين أو الهبوط لمصاف دوري الدرجة الثانية، وبالتالي الرسالة مكتملة من الاستوديو وصولا إلى المستطيل الأخضر. إذن الرحمة للأكرم منا جميعا الشهداء والشفاء لجرحانا. وفي هذا اليوم 13 من مارس لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى كافة الأسرى ونقول لهم لا بد أن يأتي اليوم التي تبيض في سجون احتلال، كيف لا، واليوم إذن القائد الكبير فؤاد الشوبكي يتنفس الحرية بعد 17 عاما في الاعتقال في سجون الاحتلال. هذه القامة الوطنية والهامة عبر هذا البرنامج وعبر هذا الأثير نطير أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب الفلسطيني بخروج هذا القائد، وأيضا نبارك لكل من خرج اليوم من سجون الاحتلال، ونتمنى أن نرى كافة أسرانا في
منازلهم في أحضان أمهاتهم وأبائهم ووسط عائلتهم. إذن بداية احنا بدنا نرحب بضيف هذا البرنامج من الاستوديو طبعا السيد محمد أبو سرحان أبو المأمون. بداية مساء الخير، وبدي تتحرر من كل القيود، أنت أول مرة بتيجي على الاستوديو. صحيح. الله يسعد مساك ومساء كل المستمعين والمشاهدين. حياك الله. وبرضه أنا بدي أشكرك على هاي الاستضافة في ظل ظروف احتفالية لنادي شباب العبدية وبلدة العبدية. هذا واجبنا أبو المأمون معكم ومع الجميع. ولكن أنا بقول اتحرر اليوم من كل القيود. صح البداية بتكون صعبة، يعني كيف أنت أول مرة بتطلع على المحترفين بدها تكون تجربة المحترفين صعبة لكم، وهي صعبة اليوم تكون في الاستوديو. بس لا، أنا بعرف إن الآن أهل العبدية ربما فاتحين اليوم يا على النت يا على الراديو بدهم يسمعوا رئيس النادي. إحنا يا سيدي بدنا نتحرر. قبل ما ندخل في الحوار معك بدنا نذكر أنتم مباراتكم يوم أمس، يعني كان من المفروض انكم تواجهوا نور الشمس، لم يحضروا. صحيح. تغيبوا اداريا 3-0. بيت أمر ايضا اداريا على الكرمل. ولكن اليوم يا جماعه السلوان متشبث بالبقاء، وايضا سواحره من اجل صعود المحترفين. ايضا اهل قلقيليه اليوم اعطوا باس 2 امنوا. اسلامي سور باهر عسكر بدها للصعود للمحترفين، واسلامي سور باهر من اجل التشبث بالبقاء. فمعادله يعني مفترقه ما بين طموح الصعود وايضا طموح الهروب من شبح الهبوط. اليوم 5 مساء الابرز على السائد الخضر ستكون اسلامي سور باهر مركز عسكر. ولكن بدايه ابو المأمون، الف مبروك تاهلكم لمصاف دوري المحترفين. بس حدث لنا اول شيء كيف كانت الاجواء يوم امس في العبديه؟ سمعت ما شاء الله الجميع المفرقعات وكل شيء. اخوي عنان الله يسعد مساك ومساء المستمعين والمشاهدين. الله يحييك. طبعا في البدايه احنا بدنا نترحم على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا وفك أسرانا، وإن شاء الله أنه تتبيض سجون الاحتلال من المعتقلين. في البداية زي ما قلت لك أشكرك وأشكر راديو بيت لحم على هاي الاستضافة وعلى هاي اللفتة. كل احترام إلك. الاستوديو طبيعته كوني أول مرة يخوف. الاستوديو بظله له رهبة خاصة. إن شاء الله بمعيتك إنه الأمور تمشي كما ينبغي. في البداية إحنا بدنا نشكر الاتحاد الفلسطيني على تنظيم هذه البطولة، ونشكر القائد والنجاح أيضا طبعا. ونشكر القائد العظيم الأخ لواء الفريق جبريل الجوم على هذا التنظيم وعلى هذا النجاح الباهر. وهذا إنما يدل على العقلية الكبيرة، العقلية المفتوحة لهذه البلد والقيادة الحكيمة. نعم. من هالاستوديو صحيح بدي أتحرر شوي، بهمش تحرر. اليوم نزف لكم يا أهالي محافظة بيت لحم صعود نادي شباب العبدية إلى المحترفين إلى دوري الأضواء. وهذا حلم كان يراودنا منذ سنين. نعم. تحقق بهمة الغيورين، بهمة أبناء العبدية، بدعم أبناء العبدية، بدعم كثير من محافظة بيت لحم لنادي شباب العبدية. وهذا الفوز بنهديه لأهلنا وإخواننا وشبابنا في الأردن، في فلسطين، لكل الفلسطينيين، وأخص بالذكر أهلنا في العبدية. مبارك يا أهل العبدية هذا الإنجاز العظيم في ظل الظروف اللي بنعيشها. وإن شاء الله الأيام الجاية إنها تكون
سلام وامان لهي البلد. بس والله ابو المامون احنا تفاجأنا واحنا بنحكي على الهواء. المدرب مؤيد ابو كشك بدخل على الاستوديو، قاعد في الاستوديو في غرفة المونيتير، غرفة الهندسة الإذاعية. يعني هذا ايش مرافقين لك، يعني رقبوا لك؟ الله يسعد مساك يا كابتن مؤيد. حقيقة اتصلت فيه قلت له أنا طالع على الاستوديو، اطلع عندي هان على أساس ممكن تدخل على الحلقة مباشرة. لا والله ما فيش مجال، يعني لو بلغتونا كان أنا خرجت وخليته هو مكاني. يا سيدي كل احترامي لك، ايش بدنا نعمل؟ بشرفنا أخوي كابتن أبو كشك، الله يسعد مساك. بنقدر نتحدث من تلفون عبر هاتف، ندخله على إن أمكن طبعا الإخوان طبعا بعد إذنهم إن أمكن. ولكن خلينا أبو المأمون الآن حققنا الهدف، الحمد لله. كان هناك غضب، يعني لابد هناك مين اللي بحط العصي في الدواليب من أجل إعاقة الدوران، هناك مين الغيورين، وهذه سنة الحياة، في جنة وفي نار. صحيح. هل رهنتوا على صعودكم على المحترفين؟ هل قلتها وفعلتها، ولا والله أجت معكم جاية، ولا مؤيد والله ضربة حظ أخرى معه؟ مؤيد يعني صح هو كان لاعب كبير وما كبير إلا الله في الفيصل وفي المنتخب الأردني، ولا ضربت مع ضربة حظ، ولا كيف العقلية اجتمعت أركان المعادلة مرة واحدة؟ يعني أنت هيك. لا احنا بدنا نكون أنا بدي أحكي معك بمهنية حقيقة، وهذا الحكي يعني للجميع كمان. نعم. لما أجينا في يعني قبل 3 سنوات لإدارة نادي شباب العديل، اللي هي كانت عبارة عن إدارة تسيير أعمال. نعم. في أيام يعني ما كانت كورونا، كان الوضع شوي صعب حتى على الإدارة اللي كانت موجودة والظروف اللي عاشوا فيها والوطن بشكل عام. يعني إحنا استلمنا طبعا من هان. بدي أحيي الإدارات السابقة كلها بدون استثناء، لهم كل الاحترام والتقدير. إحنا أجينا كان في نادي، كان في ملعب، كان في المقومات هاي يعني كانت موجودة. فرشوكم أسسوا. نعم. هذا لن ننكره. إحنا استلمنا يا أخوي عنان النادي، وجيت جزء من اللاعبين كان طالع من الفريق ومتعاقد مع أندية ثانية. صحيح. جمعنا اللاعبين في هذاك الوقت، وأنا يمكن بتذكر إنك حكيت معي. صحيح. وقلت لك وعدا علي أو أوعدت، يعني اليوم بقول لك أوعدت وأنا مسؤول عن كلامي. جمعت اللاعبين، نوعا ما اللاعبين يتذمروا، دخلنا عليهم بنادي شباب العبدية، أبناء البلد لهم واجب علينا، لهم حق علينا، بدنا نخوض التجربة، والعبدية تستاهل منا أكثر من هيك كمان. كل الاحترام. تجاوبوا اللاعبين طبعا في ذاك الوقت، يعني تم لم الشمل. نعم لم الشمل. وكان أخونا معتصم العيساوي صحيح، جلست معه قلت له الموضوع 1 2 3. كان المدرب هو؟ كان المدرب. نعم. الظروف اللي بتحيطنا شوي صعبة، بدنا نتحمل بعض. نعم صحيح. قاد المسيرة يعني كان في هذا الموسم بيننا وبين الصعود نقطة واحدة. أنتم فرطوها أمام الجنين. نعم. في الأيام الثانية شاءت الأقدار إنه نلتقي في الكابتن مؤيد أبو كشك. أنتم رحتوا له ولا هو أجاكم؟ يعني من دون إحراج. سواء إحنا رحنا له أو هو أجانا، ما مش نقطة خلاف. وجلسنا معاه، كانت عنده المعلومات أو إنه في فريق في العبدية، فريق شاب، فريق مرتب، فريق كذا كذا كذا. المهم جبناه وتعاقدنا معه، واستلم دفة اللجنة الفنية. ويعني بيني وبينه دائما يقول لي أبو مامون أموركم في السليم، وهذا فريق أنا براهن عليه للأيام إذا بتحافظوا عليه يخدم العبدية كمان 10 سنوات. يعني يضل يخدركم. نعم صحيح، مش تقدير، هي حقيقة مش تقدير. وأنا أشكره وكل احترام له، وكان إنسان مهني، إنسان اشتغل بأمانة بإخلاص.
لن يبخل على فريق نادي الشباب العبيدية بأي معلومة بأي جهد بدون إن كان تدخلات انتم منكم بدون. أنا ولا سياستي كيف هاللاعب كالتالي حط هاللاعب. أنا سياستي ما كالتالي فيش واحد بيسمعنا ولا بيشوفنا. هسه للجميع. آه. أنا سياستي كالتالي: أعطيت المجال ومنحته كامل الصلاحيات على أساس أنا أنجح، فريق اللي ينجح لن يتدخل أي ولا أحد إشراف في رياضي. الطاقم الفني، لا إشراف رياضي ولا إدارة، إلا كانوا مقومات للفريق اللي هي عبارة عن 1 2 3 4 اللي يقدروا الشباب يدخلوا الملعب ويتمرنوا في الأدوات الرياضية يعني الدعم اللوجستي. خلينا يعني كل المستلزمات وفرتوها. نعم ذللتوا العقبة. صحيح. طيب ومشيتوا، لكن لما مؤيد مسك الفريق ودربه، لكن عناصر شابة، هل العناصر كنتوا تراهنوا عليها بصراحة أبو مامون؟ يعني فكرتوا بجلب لاعبين تعزيز؟ للأمانة أنا يعني كان يطلب مني إنه أنا بلزمني أبو مأمون لاعب هان لاعب هناك لاعب هناك. قلت أنا لا، هذا كلام. أنا اليوم أجيت بدي أولاد البلد، بدي ألعب في أولاد البلد، عندهم الموهبة، أنا لازم أنميها، واجبي أنميها على أساس أنا أنهض في الفريق. عندنا خامات، عندنا شباب ما شاء الله عليهم، وحقيقة أثبتوا إنهم بحاجة لمدرب قدير، وهذا المدرب اليوم أنجز على الصعيد كرة القدم، والنتائج هي اللي بتتحدث عن هذه الفئة الشابة. طيب الآن انتوا احنا مش عارفين إذا بيقدر أخونا مؤيد يتصل علينا اللي يكون مشاركة دقيقتين، يعني نعطيه حقه بصراحة أخويا سائد، أو إحنا نتصل عليه اللي يقدر مداخلة معنا. أخونا مؤيد بديش يزعل لنا اليوم مسافر على الأردن، بدناش يزعل منا بعدين هش، ومن كثر ما بحب علي رأفت علي قال والله لا أدرب العبيدية. مظبوط؟ نعم. طبعا سائده بكون في الأمر أخرى شوية، أو مؤيد بتصل. طيب الآن إحنا تأهلنا، ولكن أنا بقول الآن نقطة البداية مش نقطة النهاية. الآن أنتوا جايين على أجواء جديدة، تلعبوا مع المكبر البطل، مع لعيبة محترفين لهم باع في المنتخب، في أسماء عراقة وإلى غير ذلك، وكل احترام لكم أنتوا أثبتوا. هل العقلية ستبقى محصورة مما الآن موجودة بصراحة؟ ولا يا أهل البلد وينكم؟ إحنا الآن موجودين في المحترفين، إيش رأيك؟ الكلام اللي بتحكي فيه يعني منيح. هسا أنا بدي أحكيها لكل الرياضيين، لكل الأندية، لكل الإدارات، لكل أبناء شعبنا اللي هم بيمارسوا هواية كرة القدم. نعم. ما دام عندنا إمكانيات وعندنا خامات، من واجبنا كأبناء بلد، كأبناء محافظة، إن نصقلها وتأدي في النهاية تأدي الغرض. أنا كرئيس نادي ممكن عندي الإمكانيات إني أجيب بكرة 10 لاعبين، أيوة، ب1,500,000 وألعب فيهم، وممكن وأخسر أولاد البلد، ممكن لا، وممكن إنهم ياخذوا دوري، وممكن يكونوا رقم 10 أو عبء رقم مالي، وصفت عبء مالي، وصفت اتهامات، وصفت إشكالية، وهذا بده الإدارة، وهاي تطلع الإدارة، وهان هذا طيب خلينا الإشكالية. سائد معنا مؤيد أبو كشك، مساء الخير. مساء النور يا أستاذ أمين، كيف صحتك؟ الحمد لله رب أول العالمين. شيء مبارك التأهل. الله يبارك فيك يا حبيبي. بدي أسألك سؤال. اسأل. أنت لما أخذت هذا الصعود بقيادتك الجهاز الفني، كان في تدخلات قبل ما أدخل معك في مواضيع؟ أبو مأمون معي في الاستوديو بيقول لي أعطنا الصلاحية. لا أنا بداية أشكرك على الاستضافة هاي والتليفون الحلو، استضافة رئيس نادي. أنت أمامك رجل حكيم، كل أمانة بحكي. أشكرك يا كابتن مؤيد. رئيس النادي اسمعني رئيس النادي أبو مأمون كان له نظرة فاقدة في اللاعيبة، كان يعني تحدي إنه كابتن في اللاعيبة هذول بدنا نعمل إنجاز.
اعطاني كامل الصلاحيات، ما اتدخل لا هو ولا اعضاء الاداره، بالعكس شو وضمن المتطلبات كنت اطلبها منهم يعني يوفروا لنا شغلات حسب الامكانيات، يعني نعم. يعملوا قدر المستطاع الاداره تشتغل ليل نهار انهم يوفروا كل شيء للكابتن مؤيد في سبيل، وما كانت يعني ما كنت يعني اطلب شغلات كثير، لا اظن ليش الامكانيات الماديه. نعم. بس الحمد لله رب العالمين بالنهايه انت شايف يعني الانجاز اللي صار، اكيد ما كان في تدخلات، انا كنت مرتاح كثير بالشغل، صلاحيه كامله، كمان الانجاز اللي بنحكي فيه انت بتحكي عن الاسبوع 21 بدون ولا خساره. نعم. يعني فريق بنينا فريق عظيم، الكل تعب فيه، الكل اشتغل عليه، بالنهايه وصلنا للمرحله اللي احنا بدنا اياها. طيب الحمد لله. ابقى معنا كابتن مؤيد، ابقى معنا. اذا ابو المأمون يعني اشاده طيبه من المدير الفني، ولكن السؤال الان في خططكم المستقبليه كيف ستدخلون دوري المحترفين؟ احنا بدنا ننسى الان التأهل، باركنا لكم والحلو ساعة ما ذوقناه. احنا لازم امبارح كنا موجودين عندكم لكن ظرف. يا سيدي حياك الله. احنا واجبنا نيجي نبارك لكم. الله الان المحترفين الان صعب جدا. كيف ابو مأمون بده ينظر الان للمحترفين كرئيس نادي قبل ان نتحدث من الجهاز الفني، من هم اللعيبه، من هم الجمهور والى غير ذلك من دون احراجات، كيف سيكون استقبال دوري محترفين؟ يا سيدي اخ عنان، هاي منظومه نادي شباب العباديه. اذا كان الهدف فعلا هو رفع اسم النادي واسم البلد عاليا، راح نشتغل اللي بتحكي فيه تضافر الجهود. وتضافر الجهود. يعني انا كمان من هون بدي اشكر كل اعضاء الاداره اللي ما بخلوا في وقتهم ولا جهدهم لدقيقه واحده، واخص بالذكر اخوي حاتم صبيح المشرف الرياضي، والله له كل الاحترام، والله كنت تجيب بغض النظر عن انفعالاته الطيبه. انسان بحب النادي، بحب انه الفريق دائما يكون في المقدم. يعني حاتم في المقدمة. حاتم حبيبي، حاتم إذا بسمعني حاتم الآن، إذا بسمعني الآن حاتم، يعني أبو المأمون ما شاء الله. حبيبي الله يسلمك. طيب جمهورنا العزيز اللي أنا أكن له كل احترام وتقدير، وأنا بستمد القوة منهم. للأمانة إني كنت أتصل على كثير منهم، أقول لهم أنا بحاجة لواحد اثنين ثلاث يكونوا عندي باب الدار أو باب النادي. لا، للجمهور جزء منهم. هاي حقيقة اليوم بدي أحكيها، لهم مني كل الاحترام، أنا على صعيد الشخصي وعلى صعيد الإدارة، ويعطيهم ألف عافية. وأنا يا أخوي عنان نعم بدي كمان أشكر كل اللي ساهموا ودعموا ماديا ومعنويا إلى النادي، لهم منا كل الحب والتقدير. يا سيدي بارك الله فيهم. بدي أذكر بلدية العبدية، الداعم الرئيسي لنادي شباب العبدية، ولها وعودات كثيرة باتجاه النادي. وكل احترام لرئيس البلدية إبراهيم ربايعة، أنا أكن له كل احترام وتقدير. طيب اللي رافقنا تقريبا في كثير من المباريات، على طول كرم، على جنين، يعني على الترحال معكم. الترحال اليوم من هان يا ابناء العبدية، أنا فيكو بقى، ونادي شباب العبدية بعلى. الالتفاف مهم. حلو. حابين احنا نكون في الأضواء وموجودين، احنا جاهزين نخدم النادي كمان وكمان وكمان، لكن وبنستمد قوتنا منكم. وإن شاء الله وعد إنه راح نكمل المسيرة ونكون عند بإذن الله عند حسن ظن طيب. أبناء بلدنا وشباب. طيب أبو كشك معي؟ نعم. يعني الآن خليني أدخل في الأسئلة اللي يمكن أنها تكون ملغومة، بعض المرات بيقولوا أسئلة ملغومة. مؤيد أبو كشك كان يطمح أن يحقق إنجاز في الدوري الفلسطيني، حققت إنجاز وصعدت للمحترفين. هل مؤيد الآن يفكر بقادم العبدية
أم يفكر بقادم مؤيد أبو كشك؟ ماذا ينتظره من عروض من فرق إما في الأردن إما في فلسطين؟ ماذا تقول؟ لا أستاذي، أنا بداية أنا بدي أحكي لك شغلة عن مؤيد كشك. أنا منتمي لنادي العبيدية وأنا حكيتها أكثر من مرة. الأولوية عندي نادي العبيدية. هذا المشروع اللي أنا شغال عليه من سنتين هو للمستقبل. فلذلك أنا حابب أكمل مع نادي العبيدية بالعكس. طب لو أجوا قالوا لك بدناش يا مؤيد، إدارة قالت لك اسأله هو بيعرف خليك معي. أنا صريح. أجوا قالوا لك مؤيد إحنا يعني نرتقي نغير الجهاز التدريبي، بدك تقول أنا منتمي للعبيدية بدرجة كبيرة؟ مؤيد احنا معك. الموضوع انا كلامك هسه انا هسه بدي اوقع العقد معك لمده 4 أعوام قادمه ولن انا اسمعني انا حكيت لك انا كمدرب استاذ، انا كمدرب يعني وين ما ارتاح. يعني الامور الماديه ماشي مهمه للكل، بس انا بالنسبه لي عندي نظره ثانيه وين ما ارتاح بالشغل، لانه مهنة التدريب صعب كثير. انت مرتاح في العبيدية؟ انا الان حكيت لك في مشروع احنا قائمين عليه مع اداره النادي، بناء الفريق وايضا نقدم مستوى كويس. يعني خلص مش انه، لانه هسه الانجاز مش انك تطلع محترفين، الانجاز انك المحترفين شو تعمل؟ حافظ على هذا الانجاز. طبعا لازم نحافظ على الانجاز، واحنا يعني بدنا في اللاعبين صغار بالسن، لعيبه شباب معدل اعمار لاعبين فريق 20 21 سنه، وكلهم يعني من ابناء العبيدية. كنت انا متابع معهم من 5 سنوات ايام ما كانوا 15 16. ذكر ابو مامون. نعم صحيح. لما عملنا كانوا دائما ينافسوا على بطولات الاتحاد. فالفريق هذا بخير والحمد لله. انا بالنسبه لي انا حكيت لك انا اولويتي نادي العبيدية الان في فلسطين، اكمل الشغل اللي انا فيه، لانه هذا اللاعب الفريق هذا يعني بيستحق صدقني راح يكون حصان اسود بالدوري والسنوات القادمه اذا اشتغل عليه صح. اخويا مؤيد، انا والله وحياتك ما بصطاد في الميه العكره. انت بتعرف معزتك ومعزه الاخوان في العبيدية واشتغلت معهم اعلاميا، يعني فيديوهات ما بطيحش الا لان بعتبر العبيدية فريقي، ووادي النيس فريقي، والخضر فريقي، بيت سعور فريقي. يعني صار من بيت دعم معني بكل شيء، بس لكن انا اللي بدي اسال السؤال الان، هل انطلقتم بالاستعدادات للمحترفين منذ يوم أمس؟ يعني كان في حديث أخويا مؤيد بدقيقة حتى ننتقل حتى نكسب الوقت. أنا ما فهمت السؤال. يعني امبارح اعلنتوا تأهلكم، هل عقلية مؤيد مع عقلية أبو المأمون وإدارة من دون يعني اسمحوا لنا لم نذكر أسماء تأخذنا ذكرى، من امبارح تبحثتم شو بدنا نعمل للمحترفين؟ لا طبعا حكيت لك انا كمؤيد مرتاح كثير، يعني كثير مع حتى عقليتي تناسب مع عقليه الاداره. بالعكس انت كمدرب لما يعطيك يعني رئيس النادي والاداره ما في تدخلات، يعطيك الثقه الكامله. حلو. وهذا الحكي اصلا سبب نستاذ كمان النجاح. يعني انت يعني نرجع بنحكي هذا انجاز، لكن الانجاز الاكثر وانا بحكيها قدام رئيس النادي، عندك فريق، عندك مقاتلين، عندك لاعبين، لا تخاف بالعكس بدكم ادعموهم. حلو. حتى لو مؤيد بكشك بالمستقبل انتم استغنيتوا عنه او صارت ظروف ما قيلة والله الكلمة هذه لو شرطية استغنيتوا. هذه باللغة العربية بتدخل فيها لو يعني لا بالعكس، ابو المأمون قال لك انا بدي اوقع معك باسم الادارة ككل، يعني جماعة شاريينك مش بايعينك. المهم خليك معي. لا انا اسمعني الفريق قائم بوجود مؤيد بكشك، بوجود اي مدرب، كل مدربين كل احترام لهم. بالعكس اي مدرب راح يجي على الفريق هذا راح يرتاح وراح يلاقي الادوات اللي بتساعده. وهذا انا عن تجربه انا من خلال سنتين معهم. طيب ابو مؤيد خليك معي. ابو المأمون هذا الموسم كان صعب وشد عصب، خاصه اخر مباريات 3 مباريات او مباريتين تعادل، يعني لازم من اول فريت الموضوع. لو اجينا عقبه الجانب المالي واجهتكم، قديش كلفكم الموسم بصراحه؟ المال هو عقبه لكل شيء اصلا. طيب قديش يعني كلفكم الموسم بصراحه؟ الموسم لا عادي يعني بدي اقول لك شيء تقريبي، يعني انا تقريبي يعني تقريبي احنا يعني كونهم ابناء البلد، ويعني وزي ما حكينا احنا اللي بنعطيهم اياه يعني عباره عن مكافآت مش رواتب، يعني طلبة جامعة كذا. نعم صحيح، قصد جامعي، شوية دعم يعني قديش؟
يعني ما يقارب ال 400,000 شيكل، 350 لل 400,000 الموسم شيكل كله. الموسم كله. نعم مع مدرب صحيح. جهاز تدريبي، مع مع مواصلات ومع والله يا كذا. جماعة، والله تجارة ربحانة عندنا والله شباب. شكرا. عشان هيك انا لما بقول لك عندي شباب اعتز فيهم، وابناء البلد اعتز فيهم. بس خليني وإن شاء قبل ما الله ان شاء انا الله بعتقد، هل كانت العائلات عندكم في العبيدية هي الحصان الأسود؟ كيف إن كانوا يتمسكوا في النادي، لا ما تطلعش في النادي، خليك في النادي يابا يما كذا وارفع. هل هذا حدث؟ هسه هاي ما بنطبق على الجميع، بنطبق على الأغلبية حقيقة. الأغلبية ينطبق على الأغلبية. إلا يطلع لك 1 2 3 400,000. نعم. بتكون الأمور يعني نظرة مادية. لا، الأغلبية كانوا الهدف انه يلعبوا في النادي، الهدف انه يرفعوا اسم النادي، واذا كان وتوفر فلوس ومال ما عندناش مشكله، ويخلف عليك يا ابو مامون ويا اداره. هذا الجانب انا كنت المسه واعيشه. يعني لعيبه كان دورهم كبير. بدليل غير الجانب بدليل انه يعني حتى ابناء البلد. نعم. يعني انا بذكر من المباراه الاولى لغايه مباراه امبارح كانوا يتعشوا والاهالي تستضيفهم في بيوتهم. يا سلام. هذا يدل على الانتماء الحقيقي، اللحمه الحقيقيه. نعم، للنادي. وهذا الحكي يعني بيعطينا مؤشر باذن الله. طيب. مؤشر ايجابي. في ديون؟ إن نكمل. في ديون على النادي؟ اكيد في ديون. قديش؟ هسه مش راح اقدر اجمع لك اياها. لا يعني تقريبا انا معني بالرقم حتى اهل العبيديه يسمعوا. يعني اللي عنده نادي بيطلع محترفين يجب ان يتحرك الجميع، مؤسسات واهالي، حافظوا على هذا الانجاز. احنا اليوم في ديون تقدر وانا اقول لك اياها بصراحه. انا اليوم ممكن او بكره اسوي اجتماع للناس الميسورين الحال والمهم في خلال في 4-5 ساعات ما يقارب 100 وشوي اكثر. والله ما هي مادة 100 وشوي يا سيدي. يعني على نادي تكون 100,000 والله ما هي مادة. يا سيدي. يا بيجي واحد شرواتك هيك حبيبي يا بقول لك هي ال 100,000 وسالش مزبوط ولا لا؟ يا سيدي احنا هذا. طيب احنا بقي معنا تقريبا 10 دقائق. مؤيد معنا؟ نعم. انت مسافر اليوم ان شاء الله على الاردن؟ ها؟ ان شاء الله. طريق السلامة اول شيء. الله يسلمك. يعني الله في يسلمك. أندية هناك ايش بدك تحكي معها ولا كيف؟ لا نضحك لك شوية. اسمعني انا اجاني. اسمعني انا حكوا معي وانا بدرب هون. أنا بدي حكوا معها. انا في عندي هون محترفين، عندي كبار كمان حكت معي، بس انا رفضت الحكي الان كل المواضيع لغايه انه الهدف تبعنا نروح على المحترفين. حبيبي وانا يعني انت سؤالك دائما اسئلتك خطيره. بس انا بالنسبه لي جاوبتك بالاول. انا الاولويه الي الان اكمل المشروع، الاولويه الي لنادي العبيديه. وما بتعرف يعني بجوز كمان رئيس النادي يقول لك او الاداره احنا ما بدنا موارد كشك، بدنا مدرب اعلى منه. انا بحترم كل القرارات يعني. طيب مؤيد، لو نعم. بقيت ان شاء الله، يعني هذه امنيه بالنسبه لي ان تبقى، لانك انت قارئ الفريق وانت اب للاعبين وصديق، وهذه السمه المميزه دائما في الجهاز التدريبي. هل ستحتفظ ان بقيت ستحتفظ بكافه العناصر لنادي شباب العبيديه مع تطعيم شويه ولا بدك يعني تغربل؟ اسمعني، انا يعني فريق انت قدم مستوى كثير كويس، ليش اخاف وليش ادعم؟ بالعكس احنا اي مدرب بحب يكون عنده ادوات وتدعيم نعم. لكن احنا قبلنا الامكانيات الماديه. لان الفريق هذا انا يعني بوعد الجماهير اذا استمريت، انا طبعا اذا ظليت نادي العبيديه هذا الفريق راح يكون حصان اسود، راح يقدم كره قدم زي ما شفناها بالدرجه الاولى. وانت كمان استاذ كنت تيجي تحضرنا مباريات صحيح. ونكون متعادلين، تيجي تحكي راح تفوزوا 2 وتجيبوا الثالث. كان عندك كمان صح ولا لا؟ وتضبط. ليش؟ لانك كنت تشوف فريق مقاتل، فريق بيلعب كره قدم حديثه ما في عليه خوف. وانا بقول لك احنا فقط ينقصنا الان في تعرف اول سنه في المحترفين الخبره. صحيح. الخبره من خلال المباريات الوديه، من خلال المعسكرات، من خلال التدريبات العاليه راح تكون ان شاء الله. انه انا يعني بوعد الجماهير انه العبيديه راح يكون فريق حصان اسود. والاسرات القادمه ان شاء الله راح يكون في لاعبين في المنتخب الوطني، واسمع مني، لاعبين في المنتخب الوطني واسماء كبيره راح تكون ولها دور كبير في المنتخب الفلسطيني ان شاء الله. طيب ابو المأمون، لابد انك يعني في ختامها
يعني اللعيبه لابد لا يكون في لهم حفله، جوائز، يعني دعم، بتعرف يعني، ولا خلاص غطي الليل ابو ساتر. إيه هسه طبيعي هذا الكلام ما أوعدتوها؟ ما في مفر. احنا ان شاء الله بعد نهايه المباراه الاخيره مع مركز طول كرم في انتوا بتبحثوا على الصداره الان. نعم صحيح، نعم، وهذا طموحنا نعم. ان نكون البطل. وان شاء الله في لهم حفل تكريمي على مستوى المحافظه. يا سلام. وهذا الحكي ان شاء الله اذا معزومين احنا ولا كيف؟ انتم معزومين وكل المحافظه على الهواء هيني بعد. وان شاء الله في حفل تتويج لهم محترم، وفي لهم كمان هدايا. والجهاز التدريبي، الجهاز التدريبي، الداعمين، المؤازرين، الكل ان شاء الله بيشاركنا، وكل واحد باخذ نصيبه. نصيب. مؤيد ابو كشك، لما نعم. جيت اتفقت مع ابو المأمون والاداره، اوعدتم قلت ساتأهل الى محترفين؟ طبعا. شو قالوا لك؟ قالوا لك مقابل المحترفين احنا يعني ما كان في حكي هذا، يعني هم حكوا لي اسمعني، يعني ما كان في انه مثلا مكافأة. انا احترمك والله مؤيد. مأمون اسمعني، الامور الماديه، الامور الماديه هم يعني لليوم الحمد لله ماشيين 100%، ما في اختلاف بيني وبينهم. بالعكس، انا اول جلسه انا بتذكرها مع ابو مأمون حتى عزمني ميت على كنافه. دايت ولا سكر؟ لا لا، طلب لي وقيه بعدين، مش نص وقيه. الله ما شاء الله، بتحب الحلو يا حلو. والمهم قعدنا نحكي، وانا حكيت له الفريق السنه الاولى راح يكون يعني يشتغل عليه الثبات، لانه انت بتحكي عن عناصر شابه، عناصر لسه ما لعبت، عمر صغير. والسنه القادمه انا بوعدكم بالتاهل. وبالفعل انا لما جيت السنه هاي كنت احكي رب مأمون بس ما تجيب سيره للاعيبه، انا السنه راح نتاهل. وبين الدورين باركت لرب مأمون، قلت له مبروك التاهل. ليش؟ في ظل الاداء اللي بنسويه في الملعب، النتائج اللي يعني الفريق في كل المباريات الحمد لله رب العالمين دائما هو الفريق الافضل. الكل بيحكي عنه، حتى مدربين الخصم كانوا بعد المباراه يحكوا معي تليفونات او يشوفوني على الواقع يقولوا لي ما شاء الله، يعني عندك فريق بيقدر ينافس وبيقدر يكون رقم واحد. الحمد لله هذا اللي وصلنا له. يعني الحمد لله هدفك حققته كابتن مؤيد. ولكن سؤالنا الآن لأبو المأمون، يعني 400,000 كلها في الموسم، ربما بصراحة يعني الكابتن مؤيد قال أنا برهن على الفريق، لكن أنتم كعقلية إدارية الآن، يعني هناك الاحتراف إداري، احتراف مالي، احتراف فني، بعقليتكم كإدارة بصراحة تفكرون بإحضار لاعبين لتعزيز الفريق؟ هذا مش خطأ يعني. هسه بعقليتنا هاي الامور انا ما بحثتوها حتى الآن؟ حقيقه لا، هاي احنا في وقت يعني تجمع اللاعبين، يعني هاي انا بدي اتركها للطاقم الفني تماما، على اساس انا ما اصير اوعد واصير بدي ادخل في شيء انا مش كثير ممكن ملم فيه كمواقع للاعبين كتدعيم. هاي في وقتها انا اتركها للطاقم الفني، في حال انه طلب 1 2 3 انا ان شاء الله اني اقدر اني اامن له هاي المواقع. طيب هذا الانجاز لمين بتهدوه؟ هذا الانجاز يعني لابد اي انسان، نعم. يعني لو سالتني انا والله تاهلت لعبتي بقول لهم والله انا بالنسبه لي بهدي لكل بيت لحم، هذا انجاز بيت لحم بهدي. احنا اول شيء اللي بدنا نهديه، اول شيء انا هذا اليوم الانجاز بدي اهديه اولا لابناء العبديه. حلو. في الشتات وفي الوطن. نعم. وللمحافظه قاطبه، هذا الانجاز بنهديه لهم. واخص بالذكر الان اهداء لارواح الاموات جميعا وارواح الاموات او ارواح الادارات التي يعني ذهبت الله يرحمهم. نعم. جميعا. هاي بنهدي الفوز لهم ولا اهلنا ولا محافظه بيت لحم جميعا. طب قبل ما اختم معك يعني خلينا نذكر اداره النادي الانماء. بصراحه يعني
انا ما شاء الله بشوفهم كل واحد يعني ما شاء الله، يعني بعرف واحد كينج سايز بس والله ما بعرف اسمه. هسا الشباب يعني ايش اسمهم؟ خلي الناس تسمع اسمائهم. هسا احنا يعني احنا بنتحلى في انه هاي الصور او الاعلام مش كثير احنا يعني بنطمح له. لا، الاعلام يجب ان يكون ابو المأمون. هسا يعني الاداره بعيدا عن الصور. مين؟ محمد ابو سرحان. بعيدا عن الصور والتصوير والاعلام، الا انهم اشتغلوا جزء منهم كبير ياخذ حقه. اشتغلوا بصمت، اشتغلوا كجندي مجهول للامانه. يعني في حاله اي طلب كنت اطلبه منهم ما كانوا يتوانوا ولا لحظه. سيدي بارك الله فيهم. اللي هو بدي اذكر لك اياهم يعني محمد ابو سرحان رئيسا. نعم. مين الاعضاء؟ اقل ما فيه يعني. بدي اذكر لك كلياتهم. الاخ حاتم اكيد بتعرف. حاتم بعرفوش انا هذا. الاخ سامي صافي اللي هو نائب رئيس النادي. نعم. اللي هو يعني عضو سابق ونائب رئيس النادي. بعده جمال العساوي من الشباب اللي انا اعتز فيهم واقدرهم. انا بعرفوش جمال. والأخ جمال يونس الكينج سايز الحجم الكبير هذا. هسه بعرف انا بعتبره الحجم العادي الطبيعي. هسه الاستاذ يونس ابو سرحان الاخ الخلوق المؤدب الانسان الرائع اللي هو ابراهيم ابو سرحان من العباديه جبل المكبر، والاخ الراقي والاخ الداعم الحقيقي اللي هو خالد ابو نواره. اكيد شربت من قهوته. خالد ابو نواره، والاخ محمد العصا والاخ محمد يوسف العصا. هدول اداره نادي شباب العبيديه لهم منا كل الاحترام والتقدير، وان شاء الله في الايام الجايه سيدي خلص بجيب لك اياهم واخليك تسوي معهم مقابلات. مؤيد ابو كشك، هذا الانجاز لمن تهديه في دقيقه؟ انا بهديه اولا للجماهير، جماهير العبيديه وللاعبين الابطال اللي نافسوا، وللاداره طبعا. وبهديه لوالدي اللي دائما داعم لي، خاصه لما كنت لاعب ولما كان مدرب، وكمان لزوجتي ام يوسف اللي لها كمان دور كبير. صح يعني غبنا عنها الفتره هاي، بس الحمد لله رب العالمين غياب كان موفق. هي موفق؟ يعني رجعت رايه مرفوعه. اسمع، انا في فتره من الفترات قلت له مأمون انا بدك تدور لي على عروس ثانيه. شكله البات سائد هذه فيها ثقيله. حكيت انا حاضر وجاهز والله بالله. اسمعني ابو يوسف، مفكر عن صعيد تتزوج؟ وعد منه تتزوج الثانيه مفكر؟ انا اخذت الوعد من ابو مأمون، انا جاهز ما عندي مشكله. اخت الثانيه يا سيدي انا برضه يعني بعد ما تجيب له موافقه ام يوسف انا ما عنديش مشكله. بدها موافقه امنيه؟ جيب لي موافقه ام يوسف ما عندي مشكله. والله يا سيدي يوسف استاذ عنان ابو يوسف بالاردن والحمد لله ما بتسمع المقابله. لا ربما انا بدي انشرها على الفيس وعلى المواقع وما بقول. لا خليني اسد شو بيقولوا ارنب سعيد. يا سيدي احنا حقيقه كنا نامل، ولكن قبل ربع ساعه لان سنتوجه الى مباراه عسكر واسلامي صرباهر، لان هذه مباراه حاسمه حقيقه. انا سأقوم تغطيتها للجريده. احنا بنشكرك سيد محمد ابو سرحان رئيس نادي شباب العبيديه ابو المأمون. احنا اثقلنا عليك. لا ما شاء الله عليك. بس تحررت في الاخير. الله يسعدك. كنت في الاول كنت ايش يعني؟ في الاخير تحررت. نعم صحيح. وكنت بدي احطك محلي وانت تحورني، ما في اي مشكله. حبيبي. مؤيد ابو كشك، ان شاء الله يا سيدي مره ثانيه، مش زوجه ثانيه، مره ثانيه بنستضيفك عبر اثير راديو بيت العمل فين، وانت صديق عزيز قبل يعني من هذا الامر ايام ما كنت تعب في المكبر يعني بنعرفك. ولكن لكما كل الشكر. اذا في كلمه اخيره في ثواني ابو المأمون. كلمه اخيره يعني اليوم زي ما حكينا في البرنامج، يا شبابنا يا جمهورنا العزيز، اليوم هذا يومكم. بدنا وقفه، بدنا تضامن، بدنا تكاتف على اساس احنا نحافظ على هذا الانجاز لمده اطول بكثير من اللي بنفكر فيه اللي هو القصير على رأي أكثر من حدا. إن شاء الله. إذا محمد أبو سرحان أبو المأمون رئيس نادي شباب العبيدية شكرا. ونشكر أيضا أخونا مؤيد أبو كشك المدير الفني لشباب العبيدية، صاحب النظرة الثاقبة والنظرة الثانية وافهم علي الآن. ونشكر لكل أهالي العبيدية على هذا الإنجاز، وبنبارك لهم إدارة نادي شباب العبيدية
لا أستثني أحدا حقيقة. أخونا يونس أبو سرحان حقيقة كان متعاون معي، أخونا عماد أبو رامي بدون شكرا، أخونا علي ردايدة أيضا، هذا العقلية اللي بعتبره مجنون جماهير العبيدية، يعني دائما حراري وعماد أخونا وأخونا حاتم وأخونا يونس جميعا حقيقة في قمة الانتماء. احنا بنشكركم وبنبارك لكم، وموعدنا إن شاء الله في المحترفين، وأنا كعنان شحادة لن أبخل أن أكون إلى جانبكم، ومن الناحية الإعلامية لأنكم تقدرون وتقدرون، وأنا بصراحة جندي مجهول في إيدكم اللي ما بتجعكم، ولا أيضا لكل أندية بيت لحم ولا للجميع ولا أستثني أحد. هذا الأمانة، لأن لما بتحط أمانة وبحققوا الإنجاز وبصعدوا للمحترفين بهذه العناصر الشابة أعتقد لهم كل الاحترام. احنا بنختم حلقتنا أخونا سائد، أخونا غسان بنورة، لكم شكرا. اليوم صمتوا كثير، انتوا توهولتوا انه بده يتجوز الثانية. أخونا مؤيد يا سيدي احنا عندنا الأربعة، قلنا لكم الأمور عندنا الحمد لله سائرة. ايش غسان؟ حول، ما في شو المشكلة، تحول ما في. سائد زعل، شو مال سائد؟ سائد بقول لك أنا أقدس المرأة، لا يمكن. وأنا بحييك يا سائد، أنت من جانبي. فشكرا أبو مأمون، شكرا مؤيد، شكرا لإخواني اللي حضروا أيضا في الهندسة وجالسين إخواتنا وأيضا أهل العبيدية. إلى لقاء آخر، أطلنا عليكم إلى استاد الخضر، سامي صرباهر وعسكر. إلى لقاء آخر. وصفت بوحدة الهدف وتجليات روح الأخلاق، فسميت بالروح الرياضية. لا يمكن لهذه القاطرة البشرية أن تتوقف. اليجاس يبدأ ما بين أقدام هذا الرجل وينتهي عند رأسه، يسجل الهاتريك الآن. الرياضة في ساعة، برنامج أسبوعي يأتيكم مساء كل يوم اثنين بدءا من الساعة 4، يستعرض أخبارا محلية وعربية وعالمية، من إعداد وتقديم عنان شحادة.